أهلا أصدقائي، شلونكم؟ طبعا اليوم جايب لكم طريقة تسوون كريسبي دجاج مدخن أحمر بنفس المواد الموجودة بالبيت بطريقة كلش سهلة وسريعة. ما أطول عليكم، يلا بينا. وانا الشيف نور صاحب مطعم ركن الخطيب. ما اطول عليكم، يلا بينا. وهسه بس جفوف ونجيب تختة ونجيب صدر دجاج وننظفه كلش زين حتى ما تبقى بيه أي زفرة. تنظفوه كلش زين حتى أي زفرة ما تبقى بيه. ورا ما تنظفونه تقطعوه انقطع على شكل أصابع كبار وصغار. انتو بكيفكم تردون كبيرة صغيرة بكيفكم، بس قطعوه كبار وصغار بكيفكم انتو بعد، مشكلتكم هاي. وراها نغسل الدجاج بالمي، نغسله كلش زين، تغسلوه جلفوه جلف تجلفوه. هسه نضيف المواد مالتنا، ربع كوب خل أبيض بس، ديروه فوقه. وراه شو تسوون؟ ربع كوب حامض الليمون، ربع كوب حامض الليمون ديروه فوقه. يلا حبايبي، يلا عافية عافية. ونضيف هسه شنو؟ ملعقة كوب ثوم بودرة، ملعقة واحدة بس. ونضيف أيضا ملعقة كوب زنجبيل، ملعقة واحدة بس. وشو نضيف همينة؟ ملعقة كوب فلفل أبيض. يلا حبايبي، ملعقة كوب بس. شو نضيف همينة؟ ملعقة كوب بابريكا مدخنة، إلا مدخنة. لا حد يجيب بابريكا عادية، لا إلا مدخنة تجيبوها حتى يصير لونها أحمر ونكهة تدخين. وتجيبون شطة، بس لا حد يجيب شطة سائلة، لا جيبوا مثل الشطة جايبها أني. طبعا هاي الشطة شطة التوابل، تحتوي على توابل تعطي نكهة كلش طيبة يعني للدجاج، تعطي لون أحمر كلش قوي. ونضيف ربع كوب كجب حتى هم يعطي طعم طيب، وهم يصير تتبيلة مالتنا حمرا، طعم كلش طيب. ونضيف همينة ملعقة كوب ملح، ونخفض التتبيلة كلش زين حتى الدجاج ياخذ كل النكهات. والصباح شلون صار لونه أحمر هسه. وتخلوه بالثلاجة حبايبي، تخلوه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات. 3 ساعات لازم أقل شي. طبعا نجيب طحين ونضيف نفس المواد البهارات اللي ضفناها بالتتبيلة، نفس الشي، هم ثوم وزنجبيل وفلفل أبيض، كله على ملعقة. حتى ملح تخلون. بابريكا مدخنة، لا حد ينسى بابريكا مدخنة، يعني هي الأساس مالتنا، هي هاي الأساس. وتخبطون البهارات كل زين بالطحين، تخبطوها حيث يصير الطحين لونه أحمر، حتى يصير الكريسبي أحمر، حتى الطعم يطلع موحد، طعم القرمشة وطعم شو اسمه التتبيلة. وهسه طبعا من التتبيلة بعد ما كمل 3 ساعات. وهاي التتبيلة ترسوها مي، بعد ترسناها مي تتبيلة، نترسها مي. نرجع نغطي الدجاج بالطحين والمي مال التتبيلة ترسناها. تخلون دجاج بالطحين، ورا ما تخلوه بالمي مال التتبيلة، ونفس الشي يكون على نفس الحالة، بالطحين وبعدين بالمي مال التتبيلة، بالطحين وبعدين بالمي مال التتبيلة، هالشكل. ورا نجيب جدر وندير له لتر زيت، بطل كامل مال زيت كله ديروه بالجدر حبايبي، وتخلوه يحمى كلش زين. وهسه نقلي الدجاج ونقليه على راحته، خلوه يستوي على راحة الدجاج، نزلوها قطعة حبايبي. وهسه بعد ما استوى الدجاج نطلع من الجدر، بعد شلون صار لون احمر دم، يطلع كلش طيب والله. بس بعد لون الدجاج يخبل، قرمشة تخبل، وتخلوه بماء على صفحة. وهاي الشكل النهائي مالته، صار لونه احمر ومدخن، طعمه رهيب والله، انصحكم تجربوه. والف عافية عليكم حبايبي، يلا باي باي. I've come so far away from home, there's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue